هنجرب النهارده عرض القرمشه. العرض اللي ناس كتيره جدا قالوا عليه حلو ويستاهل سعره جدا، من كتر الكومنتس اتحمست جدا جدا للتجربه. فيلا بينا نجرب عرض القرمشه ونشوف فعلا هيستاهل التجربه ولا لا. يلا بينا هنجرب النهارده عروض القرمشه من هارت اتاك. هارت اتاك من البراندات المعروفه جدا ومتخصصين في الفرايد تشيكن، ليهم فروع كتيره جدا على مستوى الجمهوريه، لكن في بورسعيد هم فرع واحد بس موجودين في مول الجراج امام فندق اركان. المكان من جوه نظيف جدا وشيك قوي، والفايبس بتاعته هاديه، والديكورات بتاعته بجد خطيره، والفيو بتاع المكان حلو. لقينا ترابيزه، طبعا المكان كان فاضي ما كانش زحمه قوي لان احنا لسه نازلين بدري جدا، واخترنا ترابيزتنا والجو كان حلو قوي. واخيرا هنطلب عروض القرمشه. هم عندهم عروض كتيره جدا، يعني العروض بتبقى على حسب الافراد، فاحنا هنختار عرض القرمشه للسنجل. وصل الاوردر بالشكل ده. احنا اخترنا عرض القرمشه اللي هو 3 قطع فراخ، دبوس وفراخ وقطعه من الصدر وبطاطس ومعاه عيش، وطلبت اكسترا على الاوردر واحده كول سلو ثمنها 25 جنيه، وزودنا كمان رز ريزو وزودنا صوص جبنه. هنبدا اول حاجه بالرز ريزو. شكله كان خطير، وبصراحه كميه الباربيكيو على الرز كانت كميه حلوه قوي، لاني انا من عشاق الباربيكيو فبحب الباربيكيو يبقى كتير. كل معلقه كده من الرز تبقى غرقانه في صوص الباربيكيو. بجد الرز عجبني قوي، مش معجن خالص، لا متوسط. صوص الباربيكيو مع الفراخ وقرمشه الفراخ طعمها حلو قوي ومميز جدا. حقيقي الرز كان حلو قوي، واحلى حاجه ان هو كان نازل سخن فكان طعمه خطير. ندخل بقى على البطاطس. كميه البطاطس اللي نازله مع الوجبه كميه كبيره، والبطاطس متغرقه في توابل البطاطس، كانت حلوه قوي. واحلى حاجه ان البطاطس نازله سخنه ومش شاربه زيت، وكمان بقى لما تحطها على صوص الجبنه بتاعهم بجد خطيره. صوص الجبنه عندهم مميز جدا، وكمان لما جربت البطاطس مع الباربيكيو جامده. لا البطاطس عجباني، واصلا البطاطس لوحدها مع توابل البطاطس ومش شاربه زيت فخفيفه خالص، فطعمها مميز جدا عجبني. ندخل بقى على الكول سلو. ده شكل الكول سلو، الحجم ده ثمنه 25 جنيه. الكول سلو كان كويس، بس المايونيز كان محتاج يزيد سيكه. حقيقي المايونيز لو كان زاد سيكه الكول سلو عندهم هيبقى عالمي وخطير جدا. خش بقى على الحاجه الاساسيه، الفراخ. قطع الفراخ عندهم كبيره، دي قطعه الصدر. البريدنج كمان شكله حلو قوي. الفراخ من جوه نظيفه جدا. قطعه الصدر قطعه محترمه. الفراخ بيضه ونظيفه جدا وطعمها حلو. القرمشه حلوه، بس عندي تعليقين. السبايسي كان ضعيف، يعني انا قعدت فتره عقبال لما احس ان الفراخ سبايسي. كمان تتبيله الفراخ كانت مش غنيه. الفراخ كده التتبيله مش داخله فيها من جوه ريتشي كده زي كنتاكي، لا لا لا، التتبيله محتاجين يشتغلوا عليها شويه. بس بصراحه لما جربت الفراخ مع صوص الجبنه اداني طعم مميز وحلو قوي. انا بصراحه مبهوره بصوص الجبنه عندهم بجد خطير. وكمان لما جربت الفراخ مع صوص الباربيكيو، لا الفراخ مع قرمشه مع الصوص الباربيكيو كانت حلوه، بس تتبيله محتاج تزيد اكتر من كده. يعني انا مش شايفه تتبيله خالص في الفراخ خالص، مفيش تتبيله. قطعه كبيره وحجمها حلو، والبريدنج بتاعها حلو، والقرمشه حلوه، والشكل حلو، بس الحاجه الاساسيه مش موجوده. يعني حتى واحنا بنفتح الدبوس فين التتبيله؟ احنا لما بنفتح قطعه كنتاكي التتبيله بتبقى موجوده في كل حته، وشايفين السبايسي في كل حته. حتى الدبوسه ما كانتش بيضه قوي زي قطعه الصدر. بس اجمالا عرض القرمشه السنجل هو كميته كبيره، كميه محترمه، ما قدرناش بصراحه نخلصه. حتى العيش ما قدرتش افتحه. تجربه هارت اتاك تجربه حلوه، نقصها بس ان هم يشتغلوا على التتبيله او يزودوا التتبيله، غير كده كل حاجه هتكون بيرفكت وممتازه جدا. دي كانت تجربه عرض القرمشه من هارت اتاك. هستناكم انتوا كمان تجربوا عرض القرمشه، تقولوا لي رايكم في الكومنتس. يلا باي.